السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الميني بيتزا، هنعملها ميني بيتزا وهنعملها بشكل جديد، هاوريكم شكلها وطريقتها حلوة جدًا، يالّا بقى قومي اعمليها علشان المدارس. بُصّي الوصفة وجمال، واستني عشان هاقول لِك في الفيديو كمان جوّه هتعمليها إزاي وتطلّعيها من الفريزر تحطيها على طول الحشو تدخّليها. شايفين بقى طرية إزاي؟ جميلة، مستوية، طعمها حلو جدًا، يالّا نشوف الفيديو، بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو نحط لايك ونكتب تعليق جميل منِّك. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق أنخله كويس جدًا، أنزل عليه ب3 معالق كبار من اللبن البودر، وأنزل كمان عليه بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين ونُص كبار من الخميرة، ومعلقة صغيرة من الملح، وأقلّب كل ده وأجيب بقى زعتر بودر كده معلقة صغيرة، أنزل بمعلقة صغيرة من الزعتر البودر. وقلّبي كل المكونات الجافة دي بقى ويالّا يا نعجن بإيدينا يا نعجن على العجين. هنحط أول حاجة معلقة كبيرة من الخل، وبعد كده هاقوم نازلة بنُص كوباية من الزيت وكوبايتين من المَيّة. انزلي بأول كوباية وتاني كوباية حطّي على حسب الدقيق بتاعِك ما يحتاج، ولو احتاج أكتر من الكوبايتين أنا هاوريكِ العجينة هنا مطلوبة تبقى سمكها عامل إزاي. خلاص هنا العجينة خلصت معايا، شايفين بقى طرية وبتمُط وجميلة جدًا، فيها سِنّة تلزيقة خفيفة جدًا، شايفة هنا تلزيقة خفيفة جدًا في إيديّا، حلوة جدًا العجينة دي تتبعيها في كل البيتزاهات بتاعتِك تجنن، حكاية عسل كده بجد. أنا هنا طبعًا معروف عني إن أنا باحب أحط العجين بتاعي في الشتا في دفاية علشان يخمر معايا في خلال نُص ساعة. نعمل الصلصة بتاعة البيتزا، معايا حلة على النار فيها شوية من الزيت، هانزل بمعلقتين كبار من التوم المفروم، وأبدأ إن أنا أخلّيهم يا دوبك يبقوا لونهم أصفر. أصفر إزاي؟ زي ما هتشوفي دلوقتي كده معايا المعلقة بتاعتي التوم أصفر، مش عايزة إن هو يتحمّر أوي ولا يكون حتى دخل على اللون البني، عايزاه أصفر فاتح خالص، تمام؟ شايفين شكله هنا لونه عامل إزاي؟ أصفر أهو. بعد كده بقى هانزل بنُص فنجان قهوة خَل، بعد ما التوم وهانزل بنُص كيلو من الصلصة اللي إحنا كنا عاملينها مع بعض، وإن شاء الله الفيديو هينزل لكم قريب عشان تخزينات تفريزات رمضان. هانزل بقى كمان بربع معلقة من الفلفل الأسود، هانزل بمعلقة صغيرة مليانة من الزعتر البودر، وهانزل بمعلقة صغيرة من الملح، والملح بحسب الرغبة، وهانزل بمعلقة ونُص كبيرة من السكر، وكمان هننزل بشوية من الزعتر الخشن فركناهم زي ما أنتم شايفينهم. سِبتها لحد ما وصلت السُمك ده. العجينة بتاعتي كانت خمرت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، شايفين شكلها حلوة إزاي. نزّلتها بقى هاقسمها نُصّين، هاخد أول نُص أشتغل فيه والنُص التاني هاغطّيه بفوطة واركنه جنبي، لازم تغطّيه عشان وشه ما ينشفش، تمام. هنا أول نُص بقى أهو هابدأ إن أنا أفرده بإيديكِ، تفردي بالنشّابة اللي أنتِ عايزاها افردي بيها، مش هتفرق، أنا باوريكِ إن أنا ممكن أفرد بالنشّابة وممكن أفرد بإيديّا. أهم حاجة عايزة سُمك العجينة هيبقى رفيّع مش عايزاها تخينة. زي ما أنتِ شايفة بقى، أجيب بقى صينية هنا معايا وأقوم واخدة العجينة بتاعتي وأنا باحطها تقعدي إيه، تضغطي عليها كده تبططي فيها زي ما أنتِ شايفاها كده، وبشوكة على طول تقومي مخرّماها بالشوكة، عشان أنا مش عايزاها تخمر معايا، أنا مش هاسيبها تاني تخمر، تمام. هاخلّص تشكيلها وأقوم أدخّلها. معايا طريقة تانية هاوريها لِك أهي، بتلفي رول كده زي كإننا بنعمل القراقيش، ونقوم نقطّع كِوَر صغيرة، هناخدها نعملها كِوَر صغيرة. وهنجيب بقى الصينية بتاعتنا بعد ما خلّصنا الكِوَر، وممكن بإيديكِ وتاخدي كورة وتعمليها كده برضه بدل ما تعمليها رول وتقطّعي. وهنجيب بقى أي أكياس عندِك يكون القاعدة بتاعته مستوية، أحطه في دقيق وأبدأ أنزل على العجينة بتاعتي. هانزل ليه؟ عشان تكون محفورة من جوّه في النُص شوية، وأبدأ أحط الحشو بتاعي. وأنتِ بتعملي كده بقى اضغطي في النُص، خلّي يبقى في أحرف لو أنتِ حابة الطريقة دي. أنا باوريكِ الطريقتين زي ما أنتِ حابة بقى اعملي، السهل ليكِ اعمليه واللي أنتِ حاباه. هنا أنا باخلّي الأحرف أتخن شوية عشان أحط الحشوة من جوّه. خلّصت الكمية دي بالطريقة دي بقى، هنبدأ إن إحنا نعمل الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا بقى حُطّي فلفل، زيتون، جبن، أنا هاعملها بجبن ميكس، اللي أنتِ عايزاه النهارده اعملي بيه. زي ما أنتِ شُفتِ كده الصلصة أول حاجة حطيناها على العجينة بعد ما عملناها بالشوكة، أحُط الصلصة بتاعتي كلّها الأول على العجينة، وبعد كده بقى نحُط الحشو. أنا عاملة بالسوسيس وبالفلفل وبالجبن الميكس، عايزة تعمليها كلّها بالموتزاريلا تمام، عايزة تعمليها بأي حشوة عندِك بقى بُصّي براحتك. الحشوة دي عايزة تعمليها بالعجينة والصلصة والجبنة وخلاص تمام، اللي أنتِ حاباه. بُصّي حُطّي بقى فلفل ألوان، شوية فلفل ألوان كده، ومعاها كمان باحب أحُط فلفل الشطة بيبقى طعمه خطير، الأخضر ده بجد حكاية، طعمه بيبقى حكاية.
هنا بقى خلاص بعد ما حطيت والزيتون، باجي بقى أحط شوية جبنة فوق الخضار اللي أنا حطيته ده تاني، يعني أنا حطيت حبة خضار من تحت وباحط حبة خضار من فوق تاني، جبنة قصدي، وباضغط عليها وأنا باحط الجبنة، هنا عملت شوية سادة يا دوبك بالسوسيس والجبنة، ودخّلت دول على طول على الفرن في النُص، أول ما تلاقي القعر بتاع البيتزا بتاعتِك بدأت إن هي أخدت اللون الحلو طلّعي على طول، ما البيتزا ما بتاخدش معاكِ وقت، يعني ممكن تاخد من 7 ل10 دقايق في الفرن، على حسب الفرن بتاعِك. تاني حاجة جِبت العجينة التانية كده ورُحت عاملة شكل مستطيل وسويتها وهاقسمها ل4 أجزاء زي ما أنتِ شايفة كده، هاجيب صلصة البيتزا أحطها معايا بالشكل المستطيلي أو السمبوكسة اللي أنتِ شايفة بيه، ما باحطش فيها لا بشكل يعني المربع كلّه، لأ بشكل اللي هو المستطيلي أو السمبوكسة اللي أنتِ شايفاها دي. هابدأ أحط جبنة وأبدأ أتني العجينة زي الطريقة اللي أنتِ شايفاني هاتني بيها العجينة دلوقتي، حابة تحشي واحدة زي ما أنا ما حشيتها كده خلاص، باتني العجينة وتدوسي عليها عشان ما تفتحش منِّك وتحطي في النُص كده إيه، زيتونية كده سودا بتدّي شكل جميل أو أي حاجة، مش عايزة تحطي خلاص براحتك. بالنسبة للتسوية دي باحطها لحد ما القعر أو القاعدة بتاعة البيتزا بتاعتي تصفر وتحمر تبقى حلوة، أقفل الفرن، أولّع عليها الشواية ما فيش دقيقة، وبألف هنا وشفا. عجبكم الفيديو النهارده؟ لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم بقى في رعاية الله مع الجمال ده وأقول لكم سلام.